انتم فحضرت الجرافيك الحضور. اللي بدي اقوله نحن قمنا بثوره نتيجه تراكم عقود من الظلم عاش الشعب السوري في ظل حكم عصابي اسديه همجيه مجرمه جعلت من سوريا مزرعه لشرفيحتهم البعثيين واستأثروا بمقدرات البلد، سرقوا منا البسمه، قتلوا فينا الفكر، قتلوا الحلم، قتلوا حتى روح الابداع، واحالوا الشام لمكور للفساد والمفسدين بعد ما كانت سوريا قبلة للعالم ومهد للحضارات. رغم كل اللي صار ما زال النصر هاجس في قلوب الملايين من الشعب السوري، وما زال الثوار وانتم منهم اكيد يعني يعملون جاهدا لاسقاط هذا النظام المجرم. لكن الجهود مبعثره واصطدمت بكثير معوقات بواقع مؤلم، يعني ما كثير اختلف عن سياسه القائد المطلق والحزب الاوحد، وهذا حقيقه شيء عم نشوفه، يعني الحال افصح لسان واوضح بيان. عشان ما حد يزاول ويقول لك القاده ولا ونحن عايشين، نحن كلنا عايشين الالم وبنعرف. هون اللي بدي اقوله يعني عندما يصبح الوطن سلعه لا تستغرب من كثره التجار. وهون لازم نقول لاصحاب تلك الدكاكين لا يغرونكم حلمنا عليكم، قد لا نحمل من الفضيله ما يؤهلنا للتغيير، لكننا نحمل القيم ومكارم الاخلاق لا قد يجعلنا نموت لاجلها، فما تختبروا صبرنا كشعب سوري. وقد آن الأوان لنتحمل المسؤولية وننهض بالأمة، وذلك عبر تشكيل قيادة ثورية مخلصة مشهود لها لتقود الدفة وتنقلنا من مستقبل مؤلم إلى مستقبل مشرق يلبي تطلعات الشعب السوري الحالم بالحرية دون التخلي عن مبادئ الثورة ويؤسس لدولة العدل والقانون.